فيصل عجب يمر كرة لديفيد، كرة مع نزار حامد، انطلاق من وسط الملعب. نزار حامد يمر كرة لبكر المدينة، بكر المدينة تمرير لنزار، نزار توزيع عليه سيسي، سيسي يحول اللعب من اليمين للشمال ناحية الشرقية للملعب. كرة محكوسة من معاوية فداسي ومبعدة تعود لنزار والعكسية ومبعدة من حسبه وتسديدة جول، جول سيسي، سيسي يضع الكرة في الشبكة يسجل الهدف الأول في المباراة، هدف أول في المباراة في الدقيقة 19. أول أهداف المباراة لصالح الفريق الهلالي، تسديدة من سيسي في أقصى الزاوية اليمنى، محاولات كانت لجائز محجوب، وشوف الكرة مرتدة من الدفاع والتسديدة المباشرة زحفة في الزاوية اليمنى، جاهد حاول ولكن لم يتمكن. وهو العاصمي ومريخ الفاشر استاد الهلال، والهلال متقدم بهدف سيسي. معز محجوب، معاوية فداسي لعبت كرة أمامية لمدثر كاريكا، مدثر كاريكا في مكان خالي نزار حامد، نزار حامد تسديدة جول، جول الهدف الثاني، الهدف الثاني لفريق الهلال. يعني لو مجي بعد شوية كده عاد لكم الهدفين ربما يكون تشابه كبير جدا، نفس السيناريو ونفس المكان ونفس التسديدة، لكن تختلف الأسماء، الأولى كانت من سيسي والثانية كانت من نزار. شوف إعادة اللقطة للهدف الثاني، نزار سيطر على الكرة ولعب في الزاوية اليمنى كرة عرضية زاحفة شبيهة بالهدف الأول اللي سجله سيسي، وضع على صدره سدد مباشرة في المرمى، سجل الهدف الثاني في الدقيقة 26. نزار يسجل الهدف الثاني لفريق الهلال. شوف إعادة اللقطة الهدف الأول أهو، ويجي برد لكم سريع جدا، الهدفين تشابه كبير جدا من خلال اللقطة. رمي التماس سيسي لنيلسون لسيسي، اتلعبت كرة في وسط الملعب لنزار لسيدي بي، نزار يلعب كرة أمامية وسيسي يلعب العرضية، جول، جول الهدف الثالث، بكر المدينة يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 35. الدقيقة 35 المدينة يسجل الهدف الثالث، تمريرة كانت من نزار. أيضا اليوم الوصول لمرمى جائز في الزاوية اليمنى، شارك كثيرا ثلاثة أهداف في نفس الزاوية اليمنى. شوف نشاهد، لكن دي صعبة شوية إذا كانت ديك تسديدات من خارج منطقة الجزاء، دي داخل ال6 ياردات. شوف التمريرة العرضية ومحاولة إبعاد من الدفاع ومقابلة من بكر المدينة، ووضع الكرة في الشبكة، سجل هدف ثالث لفريق الهلال على مرمى مريخ الفاشل. لعبت الكرة الآن من وسط الملعب، شرف زكريا، محمد موسى، محمد خميس، مهند الطاهر، مهند يلعب لسيدي بي، سيدي بي انطلاقه من الجهه اليسرى، تتمرر كره اماميه خطيره لصلاح الجزولي، جول، جول الهدف الرابع، الهدف الرابع لفريق الهلال، لقطه ممتازه، والاهداف ابدا من الزاويه اليمنى في المرمى الجنوبي الى الزاويه اليسرى في المرمى الشمالي،
صلاح الجزوري يتوجه ويحيي زملائه في مقاعد البدلاء. سجل الهدف الرابع في هذه المباراة لصالح فريق الهلال، ويحتفل مع ديفيد سيمبو في الدقيقة 30. شوف لقطة وهدف ممتاز جدا من صلاح الجزولي، وضع الكرة برأس الحذاء في المرمى مباشرة. هدف رابع لفريق الهلال في مرمى مريخ الفاس.